السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. تعالوا مع بعض النهارده نعمل بلح الشام بطريقة سهلة جدًا، نشوف إزاي يطلع معانا لونه تحفة كده، كمان يطلع معانا مقرمش والقرمشة بتاعته تفضل لتاني يوم زي ما هي. قبل ما أبدأ الفيديو هاسيب لكم طبعًا المقادير بالجرامات وبالكوبايات في صندوق الوصف. تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو على طول، ونشوف أول حاجة هنعملها مع بعض هتكون الشربات، وطبعًا زي أي مقليات الشربات بيكون تقيل. عبارة عن 3 كوبايات من السكر، كوباية ونص من المَيّة، هاحطهم على النار من غير ما أقلّب لحد ما يبدأوا في الغليان. هاضيف عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، كمان هاضيف فانيليا، وممكن في الوقت ده نضيف معلقة من عسل الجلوكوز هتدينا لمعة حلوة أوي. بعد كده باهدّي النار وباسيبهم حوالي 10 دقايق على نار متوسطة. بعد كده بافضّيه بقى في طبق وباسيبه يبرد خالص، وبيتقل بيبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هنحضّر بقى بلح الشام. هاحتاج هنا كوباية وربع من المَيّة، هاحط عليها تِلت كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، ورشة ملح صغيرة. أول ما يبتدوا يغلوا هاطفي النار، وبعد كده هاضيف المواد الجافة. المواد الجافة عبارة عن كوبايتين من الدقيق معاهم معلقتين كبار من النشا، هاضيفهم كده على الخليط السايل وهاقلبهم مع بعض كويس. طبعًا بنقلب كده بمعلقة خشب أو بسباتيولا تكون قوية شوية، عشان طبعًا العجينة بتكون تقيلة شوية معانا. هاقلب لحد ما يتجانسوا مع بعض بالشكل ده. بعد كده هاولع النار مرة تانية وعلى نار هادية، هاقلبهم كده لمدة دقيقتين عشان نسوي العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده. بعد ما العجينة بتاعتنا تستوي وتبقى معانا زي ما انتم شايفين كده، هاخدها كده في طبق دلوقتي وهافردها علشان تبرد معايا. طبعًا مش هاقدر أضيف عليها أي حاجة تاني غير لمّا تبرد معانا خالص. هافردها بالشكل ده عشان تبرد أسرع، وهاغطيها كده بفوطة جافة. ودلوقتي بعد ما العجينة بردت هاخدها كده في بولة وهابتدي أضيف عليها البيض. طبعًا هنستعمل 3 بيضات. أنا هنا ضفت أول بيضة وبعد كده باقلب لحد ما البيضة بتختفي تمامًا. بعد كده باضيف البيضة التانية، يعني مش بنضيف البيض مرة واحدة، بنضيف كل بيضة وبنقلبها لحد ما تختفي، بنضيف البيضة اللي بعدها. كمان ضفت فانيليا، ضفت معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. طبعًا تقدروا تستعملوا الفانيليا العادية بس يُفضّل السايلة بتكون أقوى شوية. أنا هنا حطيت آخر بيضة كمان اللي هي البيضة التالتة وقلبتها لحد ما العجينة بتاعتي بقت بالقوام ده. طبعًا عجينة بلح الشام بتكون تقيلة شوية، قوامها تقيل، محتاجين كيس يكون قوي عشان نقطعها بيه. مش هينفع الأكياس بتاعة الاستعمال المرة الواحدة اللي هي بتكون ضعيفة أوي، في منها أقوى شوية زي ده كده. الواحد تقريبًا تمنه 5 جنيه، حلو جدًا بنستعمله مرة واحدة. ممكن كمان لو عندكم الأكياس القماش بتكون متينة برضه ممكن تستعملوها. كمان ده شكل القمع اللي أنا هاستعمله. طبعًا أنا معايا مقاسين هنا وكمان رسمتين، أنا هاستعمل الصغير. المقاس الصغير ده أنا بافضّله، كمان الرسمة بتاعته بتطلع أحلى مع بلح الشام. طبعًا في منهم مقاسات وأشكال كتير وتقدروا تستعملوا اللي تفضّلوه. دلوقتي أنا هاحط عجينة بلح الشام كده في الكيس، وهابتدي دلوقتي أقطّعها في الزيت. طبعًا الزيت بارد تمامًا، يعني أنا لسه ما رفعتش الزيت على النار أصلًا. هاقطّع بلح الشام الأول، بعد كده بنحطه على النار. بلح الشام دايمًا لازم يتقطّع على البارد، يعني حتى لو هنعمل دورين أو أكتر لازم نسيب الزيت يبرد مرة تانية قبل ما نقطّع الدور التاني. بابتدي أقطّع كده بالشكل اللي انتم شايفينه، يعني بانزّل طبعًا بلح الشام كده، وباقطع كده على المقاس اللي أنا عايزاه بالمقص بالشكل ده. طبعًا هنخلّص بقى كل الكمية، نحاول طبعًا على قد ما نقدر إننا نخلّي كل البلح الشام بتاعنا مقاس واحد. كمان يعني نحاول إننا ما نحطش كمية كبيرة أوي في الطاسة، عشان يبقى سهل علينا إننا نقلبها ونسويها كويس. دلوقتي بعد ما قطعت كل الكمية هاحطها كده على النار. النار طبعًا في الأول بتكون نار متوسطة، يعني لحد ما الزيت يغلي وكمان بلح الشام كده ينتفخ معايا شوية. أول ما الزيت ابتدى يغلي شايفين ابتدى ينتفخ معانا وكمان ابتدى يطفو. طبعًا مش هاقلب خالص غير لما أحس إن العجينة خلاص كده مسكت نفسها. في الوقت ده تمام كده نقدر نقلب من غير ما يتبهدل معانا، ويُفضّل طبعًا إننا نقلب باستمرار عشان نضمن إنه ياخد تسوية ولون مضبوط من كل الجهات. طبعًا كمان بنهدّي النار عشان نضمن إن هو يستوي كويس من جوّه، ما ياخدش لون قبل ما يستوي. وعشان ناخد قرمشة مضبوطة لازم ندّي بلح الشام لون دهبي غامق شوية، يعني اللون ده كده لسه فاتح. لو خرّجته باللون ده بعد شوية ممكن يطرى. عشان أضمن إن هو يحافظ على قرمشته أطول فترة ممكنة، هاخلّيه ياخد معايا لون دهبي غامق شوية زي ما أنتم شايفين كده. اللون ده هو اللون المناسب.
هاخده بقى دلوقتي كده على طول، هاصفّيه من الزيت وهانزّله كده على طول في الشربات التقيل البارد. طبعًا مهم جدًا الشربات يكون بارد تمامًا، كمان زي ما قُلنا يكون تقيل عشان يحافظ على قرمشة بلح الشام. لو الشربات خفيف أو دافي شوية ممكن يخلّيه يطرى معانا. طبعًا دلوقتي بقى هاقلّبه كده في الشربات كويس، هاسيبه كده في الشربات حوالي 3 أو 4 دقايق، بعد كده هاصفّيه كويس من الشربات وهاحطه كده على طبق التقديم. شايفين ما شاء الله اللون تحفة، كمان محتفظ جدًا بالرسمة بتاعته، الرسمة ما اختفتش ولا أي حاجة، كمان القرمشة تحفة. التسوية كمان مضبوطة جدًا. طبعًا قبل ما أسوّي باقي الكمية لازم أستنى الزيت يبرد تمامًا، بعد كده هاقطّع باقي الكمية وهاسويها بنفس الطريقة، وده كده الشكل النهائي، ودي الكمية اللي طلعت معانا من كوبايتين دقيق. شايفين ما شاء الله كمية حلوة جدًا، كمان شايفين التسوية مضبوطة قد إيه، واللون والقرمشة كل حاجة بجد حلوة أوي. أتمنى إن أنتم تجربوا الوصفة، بجد تستاهل تجربوها، ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة تانية جديدة، وسلام عليكم.